السلام عليكم. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ فاكرين يا جماعة الفيديو ده؟ ايه المشكله؟ نحاول ان هي اداره النادي الاهلي تتعلم من اداره الزمالك عملوا ايه، فكروا ازاي وخططوا ازاي بعد ما كانت الدنيا واقعه عندهم عشان ان هم يعملوا نفس النموذج في النادي الاهلي. يطلبوا يعملوا معايشه. ممكن اداره النادي الاهلي تطلب ان هي تعمل معايشه عند نادي الزمالك، ان هو يبقى يتعلم اصول الاداره الحديثه، لان في حاجات كتير اتغيرت في المفاهيم الاداريه الرياضيه. ف الناس دي يا جماعة هي السبب في الوصول لنادي الزمالك واللي لسه هيوصل له. نادي الزمالك قدامه سنة أو اتنين بالكتير، وهيبقى زيه زي الترسانة، زي الإسماعيلي، زي الأندية الجماهيرية اللي نزلت ومحدش يعرف عنها حاجة تاني. عارفين ليه؟ طول ما الناس دي هي اللي بتيجي وبتطلع في قنوات نادي الزمالك وهي اللي متصدرة المشهد، إن كان دول ولا عمرو الدردير ولا أسامة حسن أو الناس دي، والناس المحترمة مطرودة بره النادي زي كريم حسن شحاتة وزي عبد الحليم علي وزي ناس كتير محترمة وزي حازم إمام وزي الناس دي اللي بره نادي الزمالك، ده هيفضل حال الزمالك طول ما هم شاغلين بالهم إن هم أحسن من الأهلي وإن الأهلي ما يستحقش اللي هو وصل له. عمر الزمالك ما هتقوم القومة. أنا من كام يوم بتفرج على قناة نادي الزمالك، الحلقة كاملة أربع مستضيف أربع أفراد، الأربعة بيتريقوا على صفقات الأهلي. بدل ما يتكلم مجلس إدارة الزمالك على الصفقات وبدل ما يشوف فرقته، بيتريق على مجلس إدارة الأهلي وصفقاته. هيفضلوا كده، وطول ما انتوا كده عمركم ما هتيجوا قدام. والله انا بكلم اي زملكاوي عاقل، اصحى وبص لفرقتك وسيبك من الاهلي لو عايز الزمالك يبقى له مكان فعلا. سلام.